سلام، أنا جاية النهاردة أغير مفهومكم عن مكرونة الكوسة المهلكية بصوص الزبادي والمكسرات. هنعملها بأسهل وبأبسط وبأسرع طريقة، ومش مكونات كتير خالص، ومش بتاخد وقت كمان. وانا عارفة ان احنا كلنا بندور على اكلات سهلة في الصيف اللي احنا فيه ده. يلا بينا على المقادير. الحلة بتاعتك الحلوة على النار ومن غير اي اضافات، لا السمنة ولا الزيت. وهننزل بنص كيلو لحمة مفرومة ونسيبها لغاية ما تنزل كل المية اللي موجودة جواها، وكمان تشربها زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنا منزلة المية بتاعتها بالظبط، بتاخد 10 دقايق في الموضوع ده. وبعد كده بتشرب المية بتاعتها، وبنكون عندنا فرمين توم وبصل وكمان فلفل، وهنديهم تقليبة سريعة، وهنضيف البهارات اللي هكتبها لكم في الكابشن، وهنديهم برضو تقليبة سريعة، ونسيبها ونغطي عليها لغاية ما ريحة التوم والبصل تطلع. ونكون مجهزين عندنا كوسة ومقطعينها لمكعبات صغيرة وغسلينها كويس. وبعد كده هنضيفها للحمة المفرومة، ونكون مجهزين كوباية مية سخنة، ربع كوباية مية سخنة بس. وبعد كده بنضيفها للكوسة وللحمة وبنغطي عليها كويس جدا وبنسيبها. وخلي بالكم لأن الكوسة بتستوي بسرعة جدا، فخلي بالكم من الموضوع ده، ما تسيبوهاش لغاية ما الكوسة تتهري. وبعد كده هنجهز عندنا المكرونة. أي نوع مكرونة عندك انتي بتحبيه. انا بحب استخدم في الاكله دي النوع ده من المكرونه اللي هي على شكل فيونكات. بكون مجهزه ميه مغليه وفيها شويه زيت وشويه ملح، وبعد كده بسلق المكرونه عندي كويس. ويلا بينا نعمل صوص الزبادي. توم وليمون، وكمان عندنا زبدية كاملة، وكمان عندنا 3 معالق من الطحينة، وشوية ملح وفلفل اسود وبابريكا، وكمان شوية كمون وشوية حليب علشان الصوص ما يبقاش تقيل. ونضربهم ضربة في الخلاط. وبعد كده هنشوح شوية مكسرات، اي نوع مكسرات موجود عندك، في شوية سمنة وملح وفلفل اسود. بجد يا جماعة، شوية المكسرات دول هم دول اكتر حاجة انا بحبهم في الاكلة دي، اكتر حاجة بحبها في الاكلة دي بجد. الاكلة دي سهلة وسريعة، وكمان ما بتاخدش وقت كبير في المطبخ علشان الحر اللي احنا فيه ده. جربوها على طريقتي، وما تنسوش الفولو لايك سبسكرايب وتعملوا سيف للفيديو، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.